اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيدعم القناه وبيوصل القناه لاكبر عدد ممكن. النهارده بقى نعمل الكبه الشاميه او الكبيبه بالمصري. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه وناجحه جدا. اول حاجه بتجيبوا البرغل، بنجيب برغل نضيف طبعا، لان بيبقى فيه اوقات مش نضيف، لازم يتنقى، لازم يبقى فيه حصاوي. فبجيب البرغل كده وبنقيه كويس وبنضفه وبنقعه كده في ميه سخنه وبغسله. طبعا بطلع هتلاقوا فيه زي قش كده بيترمى من فوق الوش. بعد ما بغسله كويس بنقعه بقى في ميه سخنه، لازم تنقعوه ساعتين على الاقل عشان لما تيجوا تطحنوه يتطحن كويس. هنا بجيب بصلة واحدة بس كده وببتدي ان انا افرمها فرم ناعم. طبعا لو عندكم مفرمة اللحمة سواء الكهرباء ولا اليدوية طبعا بتدي نتيجة حلوة جدا للكبيبة بتاعتنا، بس انا ما عنديش المفرمة دي، فهعملها في الكبة. بعد ما فرمت البصل كده ناعم هبتدي اخد شوية شوية كده من البرغل وابتدي افرمه. طبعا انا هفرمه، بصوا هنا هاخده مرتين او ثلاثة، وشين او ثلاثة في الكبة بتاعتي عشان يتفرم ناعم، لان لو ما اتفرمش ناعم الكبة بتاعتنا او الكبيبة هتفك منكم في الزيت. فلازم ان انتوا تفرموها كويس. وطبعا عندي هنا باخد كمية لحمة كده بفرمها معاها مع البرغل بتاعنا، غير ان باقي الكمية بقول بنعملوها بنعصجها. بنعصجها عشان الحشو جوه. دلوقتي هنبتدي نعمل هنبتدي ان احنا نضرب بقى الكمية تاني وش تاني. طبعا اخر شوية من البرغل دول هبتدي احط فيهم البهارات بتاعتنا عشان نطعموا الكبيبة بتاعتنا كلها. البهارات الاساسية في الكبيبة بتبقى عبارة عن ملح، فلفل اسود، بهارات بتاعتها الأساسية ملح، فلفل اسود، 7 بهارات أو بهارات لحمة، وشوية قرفة. طبعا لازم القرفة وال7 بهارات دي في الكبيبة بتاعتنا، وهي دي بس البهارات اللي المفروض تتحط فيها: ملح، فلفل اسود، 7 بهارات أو بهارات لحمة، وشوية قرفة بس. وببتدي بقى اللي انا اطحن كده والبابريكا، طبعا البابريكا اساسي ان هي ما تتنساش برضو فيها. بنبتدي بقى نفرم كل المكونات دي كده مع البهارات بتاعتنا. وبعد ما بفرمها بديها بقى، بقلب بقى كل العجينه اللي عندنا مع العجينه اللي احنا فرمناها قبل كده، بحيث ان هي تبقى كلها متجانسه كده مع بعض. وببتدي بعد ما جهزت العجينه ببتدي بقى احطها في التلاجة شويه لحد لما اجهز العصاج بتاعنا. عملت بصل ولحمه وشويه البهارات بتاعتنا وسبتها اتعصجت. وطبعا اهم حاجه ان انتوا الكبيبه بتاعتكم او الكبه بتاعتكم ما ينفعش تحشوها واللحمه سخنه، لازم اللحمه تبرد شويه. فانا بسيب العجينه بتاعتنا دي كده في التلاجة لحد لما اللحمه اللي عندنا تبرد، بحيث ان احنا ما ينفعش نحشيها سخنه فهتحسوا ان هي معجنه كده من جوه. لازم اللحمه بتاعتكم تبرد، دي برضو حاجه من ضمن الحاجات الاساسيه من نجاح الكبيبه او الكبه. يبقى الكبه دي النجاح بتاعها ان هي اول حاجه تتفرم ناعم، عشان لو فضلت زي ما هي كده خشنه هتفك منكم في الزيت. وتاني حاجة ان اللحمة لازم تبرد وتتحشى وهي باردة، عشان لو اتحشت وهي سخنة هتخليها كده معجنة من جوه مش هتحبوا طعمها. يبقى دول حاجتين من ضمن الحاجات اللي لازم النجاح بتاع الكبة بتاعتنا. وطبعا القلي بتاعنا برضو من ضمن الحاجات اللي من ضمن النجاح بتاعها ان هي لازم نحط زيت كتير ونسيب الزيت يسخن جامد وبعدين نوطي النار، بحيث ان احنا نقليها كويس ما تتقلش، تاخد لون من بره وهي تبقى من جوه اي نعم. اللحمه اللي جوه مستويه، بس طبعا اللي بره الغلاف فيه لحمه مفرومه، فلازم نسويه كويس. هبتدي بقى كده ان انا افرم كده زي ما انتم شايفين. كل العجينه اللي بلاقيه لسه شويه ما اتفرمش بفرمه تاني. ببتدي بقى اجيب العجينه بتاعتنا، هي بصوا دي اللي فرمناها، والتانية اللي فيها البهارات هتلاقوها دلوقتي هنحطوها هتبقى غامقه شويه. هبتدي بقى ان انا احطها وابتدي اعجن الكميه كلها، ادخل اللي فيها البهارات مع اللي ما فيهاش بهارات، بحيث كله ياخد من طعم بعضه، واسيبها في التلاجة لحد لما اجهز العصاق. وبعد ما بجهز بقى العصاج بنجيب بقى الكميتين كده، انا خلاص حطيتها في التلاجة وجهزت العصاج. بطلعها بقى كده وجنبي طبق فيه يا اما ميه يا اما زيت عشان لما نيجي نشكلها. ببتدي كده اخد كوره وابتدي ان انا كده اجوفها على صبعي. طبعا كان في عند السوريين في آلة للكوبيبه دي مخصوص او للكبه دي مخصوص، بس احنا طبعا عشان احنا ما عندناش، فببتدي كده ان احنا نعملها تجويف كده بصباعنا، او ممكن تعملوها باي حاجه كده تعملوا التجويف بتاعها
بايد اي حاجه، ونبتدي بقى نحشي كده اللحمه المفرومه. طبعا اهم حاجه ان انتوا تحشوا فيها كميه لحمه حلوه، بحيث ان هي ما تبقاش فاضيه من جوه، ان اللي يجي ياكلها يلاقيها فاضيه. بصوا تتكوا كده، ونبتدي نحشيها تاني. وهبتدي ان انا اقفلها بقى كده كويس من فوق. طبعا الكوبيبه او الكبه بيبقى ليها بوز كده من فوق وبوز من تحت، وبتبقى تخينه من النص شويه. فاحنا على قد ما بنقدر بنحاول نوصل للشكل زي البيضه كده، الشكل اللي مطلوب. واللي طبعا اللي مش عارف عادي، التشكيل ده حاجه ترجع لكم. ممكن في ناس بتخليها من تحت مبططه ويبقى ليها بوز واحد بس من فوق. في ناس بتخليها ليه بوز من هنا وبوز من، فالتشكيل ده طبعا احنا مش هتفرق. اهم حاجه ان احنا نوصل للنتيجه تكون ان شاء الله مرضيه يعني. فاحنا هنعمله دلوقتي. هبتدي بقى ان احنا نخلص الكميه اللي عندنا كلها، نقعد كده نعملها عشان ما نطولش عليكم الفيديو. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك، ما تنسوش اللايك، عشان اللايك هو اللي بيخلي اكبر عدد من الناس يشوفها. هنا خلاص عملنا الكميه اللي عندنا، عاملينها حلوه كده، حجمها حلو مناسب، مش عاملينها صغيره. طبعا انتوا حابين تعملوها صغيره عادي اعملوها. احنا عملنا كده حجمها حلو. وبدات بقى ان انا اسخن الزيت بتاعي. بصوا الزيت بتاعي سخن، وطبعا الزيت كتير. هبتدي بقى كده انزل فيه الكوبيبه بتاعتنا او الكبه بتاعتنا لحد لما تاخد لون، وابتدي اقلبها الناحيه التانية. دلوقتي هتشوفوا اللون اللي مطلوب. طبعا اللي حابب يطلعها فاتحه يطلعها، حابب يعني اللون ده والتشكيل والكلام ده كله، دي حاجات كلها كل واحد عادي يعملها، مش حاجات اساسيه. اهم حاجه الخطوات بس والنتيجه. بصوا لونها حلو جدا جدا ومتماسكه، مفيش ولا واحده فكت مننا الحمد لله في الزيت، عشان المقادير بتاعتها مظبوطه وكل حاجه مظبوطه. بصوا لونها حلو ازاي. هبتدي بقى اخلص الكميه اللي عندي هنا بعد ما خلصناه. بصوا بفتح بقى واحده من جوه مستويه. بصوا اللحمه فيها وطعمها حلو جدا جدا وريحتها حلوه جدا. جربوها على ضمانتي. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك، اعملوا اللايك. واتمنى يكون في تنوع في الافكار. احنا دي ما كلفتناش غير نص كيلو البرغل ب15 جنيه، واللحمه ممكن تتعمل بربع كيلو لحمه. طلعت كميه حلوه، اللي بياخد واحده بيشبع منها. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوا الفيديو الجاي. مع السلامه.